ورجعنا لكم تاني بقى في الجزء التاني. عندنا بقى مواضيع عامة كتير النهارده هنتكلم فيها. عايزين نتكلم ايه اخبار رمضان معاكم. اول حاجة كان في اختلاف في موضوع الجو. كل شوية الجو حر النهارده وجو برد بكرة، النهارده هنشتي ولا بكرة هنصيف ولا احنا في اول رمضان كنا شتاء. كنا شتاء. كان ما واضح. اعرفش ايه اللي جابني في اخر رمضان لقيتني صيف. بقيت عمال كل شوية اصيف وبعدين الجو يبرد، اشتي تاني وبعدين الجو بعدين يحرر نتعب نشتي ونتعب بالظبط كده. نتحر نصيف. نرجع نلبس خفيف ونلبس تقيل، والواحد ما كانش عارف ايه يعني. تغيرات الجو دي كانت غريبة جدا. متحمسين ان احنا بقى رمضان السنوات القادمة لما هيبقى شتاء بس بقى. بالظبط. يعني نخش على فبراير ويناير كل بقى يعني السنين الجاية هيبدأ يرجع بقى 10 ايام 10 كل مرة ايام. 10 فاحنا أيام. ايه السنوات القادمة هننعم بكام سنة رمضان في الشتاء. هيبقى يرجع بقى في شهر 2 وبعد كده في شهر واحد. فهيبقى قمة في هناخد حلاوة ايوه. وان انتي النهار هيبقى قصير والليل الساعة 5 طويل. المغرب يعني تحسي ان نقفل هو نسمة كده ويعدي عليكي. ويقفل. ده بيديكي فرصة بقى ان انتي بعد الفطار تخرجي تقعدي تقري قرآن تتعبدي اكتر مش عارف ايه. الليل بقى فيه أطول. مجال بقى ان احنا نعمل فيه حاجات وكده بالظبط. هون بالظبط. بالنسبة للمسلسلات بقى يعني قولوا لنا يا جماعة ايه المسلسلات اللي انتوا الاجزاء بتاعت رمضان في ال 15 يوم الاولانيين كانت مسلسلات خلصت رمضان. بالظبط. كان في مسلسلات شغالة وبعدين خلصت وبدأت يشتغل مسلسلات تانية. احنا شفنا بتاع كامل العدد كامل العدد في الاول، وبعدين دلوقتي ودلوقتي في عايشة الدور دنيا سمير غانم. وبعديه بيجي الغاوي بتاع احمد مكي. ف يعني نقدر نقول بشكل ما انه عايشة الدور المسلسل بتاعها خفيف. يعني حاجة لايت كده يعني هو يعني مقتبس من قصة أجنبية ولكن أوكي يعني ماشي هنليسها. قصة خفيفة لذيذة لطيفة. ولكن انت ما تحسيهاش يعني شبه حد. يعني القصة فيها يعني زي ما بيقولوا فانتازيا عالية قوي، اللي هي ان انت حاجة ما ينفعش تتعمل. هي غير منطقية طبعا. غير منطقية يعني. الحدث اللي حصل ان هي ترجع تاني تخش الجامعة وان شكلها يبقى مقبول وعادي والناس ما تحسش بالفرق، وكل اللي يشوفها يقول لها ده انت شكلك في الجامعه، انت سنك صغير، انت ما اعرفش ايه. اوكي ممكن يبقى شكلها مش باين عليها لان ما فاتش سنين كتير، بس برضو يعني حاسه ان في اوفر حبه سيكه هي طبعا قصه خياليه بس عشان تخدم على فكره واقعيه اللي هي بتناقشها بتاعت حته الطلاق، ان هي اتجوزت بدري فاتطلقت بدري فبتتعامل مع زوج غير مسؤول، وبعدين بتقابل الراجل بقى المسؤول في وقت من وجهه نظرها وقت غلط في حياتها، ان هي بقى مطلقه ومعاها عيال. فهي داخله للموضوع بس داخله ظريفه يعني خفيفه غير واقعيه طبعا يعني. بالظبط. انا حسيت النهارده ان هي يعني النهارده بدات تبان قوي القصه اللي هي عايزه توصلها من الحوار لما قعدت مع بنتها. ولما قعدت مع الزوج الاولاني وقالت له انت خلاص بوظت اللي انت بوظته. قعدت تعدله بقى انت ما كنتش بتهتم بالولاد، انت ما كنتش بتسال وانت انت حسيت ان بقى في مسؤوليه كبيره علينا فسبتنا ومشيت عشان تشوف وسبتها لي انا لوحدي. ولما انا بقى خدت بالي من نفسي وحلويت خدت بالك مني ورجعت تاني تدور عليه تاني تتكلم. فبتناقش قضيه يعني جوهريه اغلب الناس بتبقى شايفاها. واعتقد انها كمان الجمله اللي هي كانت قاعده بتقولها لبنتها ان هي بتوجه رسالة للبنات اللي بتستعجل وبتتجوز بسرعة. بالظبط. انها قالت لها باللفظ كده يعني عيشي حياتك كل وقت بوقته، بلاش تستعجلي ان انت تكبري عشان كده تخلفي عشان هتحني الوقت راح منك وانت ما لحقتيش تعملي فيه وكده هنكبر الزمن بيمشي لقدام. فالوقت اللي موجود دلوقتي انت طالبه وبتدلعي وبتخرجي وبتعملي استغلي بالوقت وعيشي الوقت ده وعيشي المرحله لان المرحله دي مش هتتكرر تاني. بالظبط. ايوه. في المسلسلات التانية بقى كان في مسلسل انت كنت بتقولي عليه بتاع أمينة خليل. انا شفت بقى مقتطفات من مسلسل بتاع أمينة خليل. يعني شكلها ما شاء الله البنت جبارة.
مختاره اسمه لام شمسية تقريبا. لام شمسيه. برضو يعني انا في اول الحاجات، يعني انا بشوف مقتطفات كده بتنزل على الصفحه بتاعتها، لان انا مش متابعه قوي، مش عارفه بينزل بيتذاع فين في على اي قناه. فالمقتطفات في الاول ما كانتش مبينه الاسم ماشي مع اللي بيحصل في القصه ازاي. يعني ايه مدى الربط ما بين الاسم واللي حاصل في القصه. انها على ما اظن بتتكلم عن قضيه التحرش بالاطفال. فدي قضية مهمة جدا وموجودة، يعني موجودة في المجتمع، ومش مسلط عليها الضوء، والناس بتخاف تتكلم عن ده، او بتخاف. هي بقى لها كذا سنة بتناقش قضايا كده، بتناقش حاجات بتفجر حاجات بالظبط، تعمل مشاكل وبتعمل فالقصة دي جميلة يا جماعة. انا حسيت انها ما شاء الله يعني عندها حسن اختيار، انها تفتح مواضيع مهمة الناس ما تعرفش عنها حاجة، وبتتكلم من منطلق ان احنا يعني ما نخافش ان احنا نقول ان احنا حصل معانا حاجة مش، يعني هي بتلعب على الوتر ده، ان احنا الناس بتخاف تقول حصل معاها حاجة مش كويسة او حاجة زي كده، انه الناس هتبص لهم ايه ده انتوا حصل معاكم حاجة مش كويسة او حاجة زي كده. مش هيبقى مسلط الضوء على الشخص اللي هو عمل الفعل فعلا. بالظبط. هيبقى ان احنا ندي للشخص المتضرر ياخد حقه، والشخص اللي تسبب في الضرر لازم يتعاقب عشان يعرف انه ده فعل مش مظبوط ومش مقبول في المجتمع. فانا بسلط الضوء على الاثنين، مش على الطرف المتضرر فقط. صحيح. فانا عايزين نتابعها بعد رمضان، عايزين ناخد وقتنا معاها ونشوف القصه بالتفصيل، لانها واضح ان هو الموضوع كبير بقى. اكتبوا لنا ايه مسلسلات اكتشفتوها اثناء رمضان وحابين تشوفوها بعد رمضان بقى في الرواقه كده. هتشوفوا ايه بعد رمضان؟ حقيقي عايزاكم تكتبوا لنا، لان احنا في حاجات حلوه كتير والناس ما بتاخدش بالها منها، ولكن لما الناس بتشوف حاجات وبترشحها ردود الافعال فبتبقى فعلا هي شافت حاجه كويسه من نظرتها هي او من وجهة نظرها هي. عايزه اعلق كمان على حته كان نفسي اتكلم فيها بصراحه، لان انا حسيت ان يعني بما ان احنا بنتكلمنا في المسلسلات هنتطرق شويه للاعلانات اللي هي بتيجي في وسط المسلسلات. طبعا هي بتاخد الشق الاكبر من المسلسل. طبعا احنا بنقعد نتفرج على 3 ايام اعلانات وعلى نص ساعه مسلسل. بالظبط. يعني 10 دقايق مسلسل و3 ايام اعلانات كتير جدا. وبعدين استوقفني حاجه عايزه اقول لك عليها، اللي احنا يعني بنشوف مثلا من غير ما نذكر اسماء، ولكن المحتوى هيبقى واضح. 3-4 اعلانات بنوك. بالظبط. 3-4 اعلانات بنوك، او 3-4 اعلانات كومباوندات في الدنيا كلها، في الحياه كلها، كومباوندات بالهبل ما شاء الله بقى. وبعدها على طول اعلانات التبرعات والمستشفيات. يعني الموضوع بقى اوفر يا جماعه والله. يعني انا مش عارفه، حسيت ان انا عندي يعني حل للموضوع ده بطريقه الطف شويه، علشان منظرنا بقى وحش جدا. يعني حاسه ان الناس بتشوفنا واحنا في مصر في فتره رمضان دي ان احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنشحت. يعني عايزين نروح نساعد مستشفى كذا، وعايزين نروح نساعد من غير ما نعمل اعلانات بقى للمستشفيات. اكيد انتوا عارفينهم اللي بيتعمل لهم اعلانات. طب احنا لو وجهنا البنوك والكومباوندات ان هم بدل ما هم يعملوا اعلانات ويجيبوا فنانين كتير جدا ويصرفوا على الاعلانات في كتير، 25 فنان في الاعلان بتاع الكومباوند. بالظبط. وبعدين يجيبوا لك هو واقف الناحيه دي والتاني واقف الناحيه التانيه، و3000 ممثل في الاعلان بتاع البنك. وما شاء الله يعني انا يعني في صرف جامد جدا على الموضوع. بالظبط. طب احنا بدل ما نعمل ده، ما نقول ان نعمل اعلان للبنك، نقول البنك الفلاني بيدعم مستشفى كذا، ويعمل ان فلوس الاعلان هي مبلغ تبرع للمستشفى. ومن وجهة نظر التسويقية، انا لما اعمل اعلان لنفسي ان انا اقول لك انتي روحي تبرعي، ولا اجي اقول لك انا مثال وقدوة يحتذى به، انا تبرعت فاعملوا زيي. بالظبط كده بالظبط. فاحنا لو هو البنك او الكومباوند تبرع مشكورا
بتمن الاعلان وبتمن الفنانين اللي جم في الاعلان، ال 15,000 فنان اللي عدوا، كل واحد عداله مرة على الشاشة كده خد رقم مبلغ وقدره. فلو جمعنا الفلوس دي واديناهم للمستشفى اللي هي محتاجة ومحتاجة تبرعات، سواء كل المستشفيات بقى اللي انتوا مسؤولية عارفينها، مجتمعية. فدي حاجة كويسة جدا ان احنا نعملها، وان هي هتبقى زي ما انت قلتي كده بالظبط، يعني حاجة مش صاحب البيزنس وصاحب اللي بتاع يدي قدوة بالظبط. للآخرين. يبقى هو قدوة للناس، ان انا بدل ما انا بعمل اعلان وبصرف ارقام خزعبلية عشان اعمل اعلان، طب ما انا وجهت فلوس الاعلان لان انا اتبرع بيها لحد محتاج فعلا، وابقى انا مستشفى فعلا كذا، عملت تسويق لنفسي ويبقى انا بشكل عملت اعلان حلو. لنفسي، وفي نفس الوقت انا ساعدت المستشفى. بالظبط. وانا هحمسك بقى ان انا رحت اتبرعت للمستشفى، والمستشفى لسه محتاجه، تعالي انت كمان لو انت بتطلعي فلوس تعالي اتبرعي فيها. انما احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا ازاي ناخد من الناس فلوس، يا تيجوا تتبرعوا، يا تيجوا تحطوا فلوسكم في البنك، يا تيجوا بالظبط. تشتروا في الشقه في في الكومباوند. الشقه انما يعني فين بقى انه احنا في فتره السنه اللي عدت دي كنا بنعمل مناداة لانه المنتج المصري وهنقاطع المنتج الاجنبي، وده جزء من القضيه الفلسطينيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب ادي فرصه بقى للبزنس المصري الناشئ الستارت اب يعمل اعلان لنفسه في رمضان، يظهر بقى. بالظبط. انا فين زمان كان فين الاعلانات، الزيت والحلويات والسكر والصلصه كان في منتجات عارف ايه، اكل فين كتير المنتجات المصريه؟ كانت بتيجي اعلاناتها في رمضان. انا ملاحظه ان مفيش اعلانات اكل خالص، مفيش اعلانات اكل، يعني الا حاجات بسيطه جدا. كل لو فين وفين لاحظتيها هتلاقي ان هم واحد بتاع طلب حلويات والتاني بتاع مشروبات وشكرا، جبنه مش عارف حلويات وجبنة مش عارف وخلاص. ايه وخلاص وخلص الموضوع. فين المنتجات المصريه؟ بعد كده فين بنوك. اه بعد كده عندك كميه من اعلانات البنوك، انا مش عارفه احنا معانا فلوس كتير لدرجه ان احنا لازم نعمل اعلانات للبنك علشان احنا يعني عطلانين يعني، مش عارفين نحط فلوسنا فين يعني معانا كمية يعني انا فلوس معانا يا جماعة. فلوس كتير جدا مش عارفين نحطها في انهي بنك، فاحنا عايزين نعمل اعلان للبنك عشان وندور على خدمات البنك والخدمات اللي بيقدمها البنك عشان طب نعرف ما- هو بيقدم خدمات ايه. يعني البنك المشهور اللي احنا بنتكلم عليه اللي فيه اكتر من فنان هو البنك ده بقاله كام سنة ده أصلاً عشان اصلا يعتبر انت من تعمل له اعلان؟ من بدايات فين بقى المسؤولية المجتمعية بتاعتك انت كبنك؟ مم. بتعمل ايه؟ بتدعم فيعني الموضوع بقى حاجة مبالغ فيها جدا. فين أوفر بقى؟ يعني. ادي فرصة بقى. فين الناس بتاعت الاشغال اليدوية اللي مم. كل سنة تفكرونا تقولوا لنا يا جماعة بتوع المشروعات الصغيرة، المشروعات الصغيرة عايزين حد فين يتابع الستارت معاهم اب عشان اللي يعرض بيعملوا منتجاتهم. ابلكيشنز؟ فين الستارت اب اللي عايزين يعملوا بزنس ومش عارفين يبقى ليهم تواجد في السوق ده، اللي كل شركة في اي منتج في الحوت بتاعها ومحدش عارف ينزل كبير. قصاده؟ بالظبط كل منتج فيه الكبير بتاعه اللي مستولي عليه، اللي هو مش مدي فرصة لأي حد تاني يجي يقف قصاده، وهو موقف السعر بقى، حاطط لك سعر يعني رفعه هو وخلاص مش وكده. وفي اعتماد بقى على انه ايه، ما اصل هو شهر الاكل فكده كده الناس هتشتري اكل، فاحنا مش محتاجين نعمل. بالظبط. فاللي هو يعني هو ده بس اللي انا هعمل عليه اعلان. يعني لو انا هعمل اعلان لمنتج اكل هو ده اللي انا هعمله بس، المنطلق الاكل. فانت تقدر تسوق لنفسك. فين زمان لما كانوا بيعملوا المسابقات والحاجات اللي بيعملوها في الشارع والحاجات الفن والسكتشات ومش عارف ايه، ان انت تقدر تبرز نفسك كشركة بشكل ظريف. مش معنى ان هو شهر الاكل كل الناس كده كده هتشتري اكل فمش لازم اعمل اعلان بقى، كده كده الناس هتشتري. بس فاكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات بقى ايه رايكم في الموضوع ده، واحنا عايزين نرفع الموضوع ده ترند. يعني احنا عايزين الفيديو ده يطلع فايرل بسبب الموضوع الاعلانات ده، عشان نبعت رسالتنا للناس اللي مسؤوله في قنوات التلفزيون والناس اللي بتعمل اعلانات اللي هي الاقسام التسويقيه بقى في الشركات دي، انه ادونا نفس يا جماعه، ادونا فين المنتجات المصريه وفين الكلام ده كله. بالظبط. ادوا فرصه للمنتجات المصريه انها يعني تعبر عن نفسها وتظهر، وفي نفس الوقت يعني الحاجات الكبيره اللي هي اصلا كده كده اوريدي ماشيه وعارفه سكتها، يعني تستثمر صح وتوجه اعلاناتها انها تتبرع بيها وتساعد الناس. يا امه بلاش يعني الاستفزاز اللي حاصل ده استفزاز والله.